يعني اهو كما شاهدتم واستمعتم، الدكتور سمير جعجع بنفسه لا ينفي انه تعاون مع الاسرائيليين، لا ينفي ايضا انهم دربوا قواتهم داخل اسرائيل، لا ينفي ايضا انه تم التقاط صور له مع شارون، وبيقولنا جايز جاء في معسكرنا والصور التقطت، بالاضافه لاتهامه في مذابح عديده. المشكله فيما قاله عضو مجلس الشعب النائب محمد ابو حامد، والحقيقه يعني انا هسيب بس اللي انتوا هتسمعوه. لا يمكن ابدا ان انا احول القتلة الى ابطال، لا يمكن ابدا ان انا اصف سمير جعجع بانه ملهم الثورة المصرية، وقتها سيشعر كل من ينتمي للثورة المصرية بالعار. تعالوا نشوف اللي قاله النائب محمد ابو حامد امام سمير جعجع. سيدات والسادة الكرام، ان الحكيم سمير جعجع استطاع أن يكون وبحق رمزا للثورة ورمزا للصمود في العالم العربي كله، وليس فقط في لبنان. لقد ألهم سمير جعجع الجميع معنى الصمود يوم كان في محبسه حرا ولم يقبل المساومة على المبادئ والقيم الوطنية. ألهم الجميع معنى الثبات على النضال والكفاح لتحرير الوطن. ألهم الجميع معنى الثورة السلمية بالفكر والكلمة يوم قال: الكلمة أكبر سلاح في مواجهة الوصاية الخارجية، وهي أيضا أكبر سلاح في مواجهة الوصاية الداخلية في مواجهة السلاح. ألهم الجميع الانحياز لسيادة الدولة والصالح العام وشرعية الشعب وحكم القانون والارتقاء فوق المصالح الشخصية والحزبية يوم تخلى عن السلاح بنفسه وبقراره بعد خروجه من محبسه، فلا سلاح إلا سلاح الدولة. فلا سلاح إلا سلاح الدولة. سمير جعجع المسيحي المسلم، رمز الشراكة الإسلامية المسيحية. رمز الشراكة الإسلامية المسيحية على أرض لبنان، الذي ألهم الجميع أن الحرية أساس النهضة يوم أن قال: أي مواجهة لأي ظالم أو أي مستكبر توصل لإنسان حر ومجتمع حر. الحرية الحرية. أشكرك سيدنا، لقد ألهمتنا. شكرا سيدي، لقد ألهمتنا، قالها عضو مجلس الشعب محمد أبو حامد للدكتور سمير جعجع. في المقابل نقول لعضو مجلس الشعب محمد أبو حامد: لقد خذلتنا، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون سمير جعجع هو ملهم الثورة المصرية. هتلاحظوا سمير جعجع بكى تأثرا من كلمات محمد أبو حامد في الوقت الذي نكاد نحن فيه نبكي من أنه يوصف الذي تورط في هذه الدماء والذي أقام علاقات مع الإسرائيليين بأنه ملهم الثورة المصرية. طلبنا من الأستاذ محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب أنه يعلق تليفونيا، حاولنا نتصل به ولكنه أبلغنا أنه مش عاوز يتكلم في هذا الموضوع.